فقدت الشغف، مش عارف إزاي ترجع تحب الحاجة اللي أنت بتعملها. عايز تستعيد شغفك وتلاقي الدافع اللي هيخلّيك تكمّل للحاجة اللي أنت بتعملها. كلنا يا صاحبي بنمُر بلحظات بنحس فيها إن إحنا فقدنا الشغف، كأن الحياة وقفت وكل حاجة حوالينا بقت روتين. لكن الخبر حلو، الشغف ممكن يرجع وأنت تقدر تستعيده تاني. طب إزاي بقى نرجّع شغفنا؟ فكّر في البداية، أصل البدايات جميلة. افتكر ليه أنت كنت بتحب تعمل الحاجة دي؟ إيه الحاجة اللي حمّستك أول مرّة وخلّتك تاخد الخطوة؟ إنك ترجّع السبب الأساسي ممكن تكون أهم خطوة إنك ترجّع شغفك. خُد استراحة، أحيانًا الحل إنك تبعد شوية. الاستراحة مش استسلام، لكنها فرصة تجدد طاقتك وترجع بنظرة جديدة. غيّر روتينك، الشغف ممكن يضيع بس عشان في تكرار. جرّب تعمل الحاجة اللي بتحبها بس بطريقة جديدة أو ضيف حاجة مختلفة ليومك. خلّي حواليك ناس تلهمك. وجودك مع ناس شغوفة باللي أنت بتعمله هيقدر يشحنك بطاقة جديدة. اسمع قصص نجاحهم وخُدها إلهام ليك. حُط قدّامك أهداف صغيرة مش بس أهداف بعيدة. الشغف ممكن يضيع لو الهدف البعيد ده بعيد أوي. فأنت لازم تلاقي قدّامك حاجة قدرت تحققها عشان تقدر تكمّل. فعشان كده قسّم هدفك الكبير لأهداف صغيرة تقدر تحققها، فعشانها تقدر تكمّل. واحتفل بكل خطوة تحققها وتعمل حاجة جديدة. أصل ساعات الملل بييجي من الجمود. فجرّب تتعلم حاجة جديدة في مجالك أو حاجة مختلفة تمامًا. فكّر نفسك دايمًا بنجاحاتك حتى لو كانت بسيطة. ارجع بُص عليها تاني وهي دي اللي هتدّيك الطاقة إنك تبقى أحسن. أصل النجاح ده دليل إن أنت تقدر، بدليل إنك عملت، وبكده الشغف يقدر يرجع. ابدأ من جديد، مش عيب إنك تبدأ من الصفر. لو أنت فقدت الشغف بشكل كامل، ارجع تاني اتعلم الأساسيات وكأنها أول مرة. فكر في التأثير، الشغف الحقيقي بيجي لما بتحس إن اللي أنت بتعمله ليه معنى وتأثير. فكر إزاي شغلك أو شغفك بيغير حياة غيرك. حب نفسك في كل حالات. الشغف ده بيزيد وبيقل، ففي أوقات طبيعي جدا تحس بالإرهاق. خليك صبور مع نفسك واستمر في المحاولة. استعادة الشغف دي رحلة، فطبيعي مش هتحصل في يوم وليلة. لكن كل خطوة بتاخدها ناحية هدفك هي خطوة بتقربك من شعورك القديم ويمكن أحسن كمان. وبكده هكون عرفتك إن